السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للذين يستدلون بقول الله عز وجل وإلى الأرض كيف سطحت بأنها كروية الكل مسطحة الجزء، أو أنها مسطحة فيما يبدو للناظر، أنا عندي رد على هذا الكلام من 3 أوجه. الوجه الأول، يلزم من هذا أن قول الله عز وجل وإلى الجبال كيف نصبت أنها ليست منصوبة حقيقة، وإنما منصوبة فيما يبدو للناظر فقط، وإلا هي مسدوحة إلى اليمين أو إلى الشمال، وهذا باطل. كذلك يلزم الأمر الثاني، يلزم من هذا أن نفسر قول الله عز وجل وإلى السماء كيف رفعت أنها ليست مرفوعة، إنما مرفوعة فيما يبدو للناظر، وإلا السماء ليست مرفوعة، وهذا باطل. الأمر الثاني، عندما خص الله عز وجل الأرض كيف سطحت، إذا كنتم تعتقدون أن الأرض كوكب، فما الميزة فيها أن يذكرها الله عز وجل أن ننظر فيها كيف سطحت؟ ما الميزة؟ طيب، ما هو المشتري وزحل والزهرة وعطارد وهذه الكواكب كلها على هذا تكون مسطوحة، لأنها كلها كواكب فتكون مسطوحة فيما يبدو للناظر فيما يبدو فما الميزة في الأرض أن تذكر؟ واضح؟ الأمر الثالث أن الله عز وجل قال وإلى الأرض، لابد أن نفهم في اللغة العربية ما معنى الألف واللام. على ماذا يدل الألف واللام؟ الألف واللام تدل على العهد الذهني هنا، الأرض التي في ذهن المخاطب، الأرض التي وصفها الله عز وجل جعل الجنة كعرض السماء والأرض، الأرض التي خلقها الله في 4 أيام بينما خلق السماء في يومين، الأرض التي قال الله عز وجل عنها وسع كرسيه السماوات والأرض. واضح؟ فلا بد أن نفهم معنى الأرض في جميع هذه السياقات، ولا نقتطع فهما يخالف هذه السياقات كلها. شكرا.